اسلقي كوباية رز في الحليب والشوربة السخنة، وخلي الرز يبقى مهري في الشوربة والحليب. وهنطلع طبق البشوات والملوك وطبق هوانم جاردن سيتي. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة بتاعتنا. بس ما تنسيش تعملي لي قلب حلو زي قلبك الجميل الأبيض ده، واعملي متابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تحفظي الفيديو ده لأن الأكلة دي من أيام جدود الجدود. وما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات انت بتتابعيني من أي مكان عشان أحب أتعرف بيكم حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين أنا عندي شوربة دسمة، دي شوربة فراخ عتائي. أنا بعشق شوربة الفراخ العتائي يا بنات، شوربتها عسل نحل وبتبقى دسمة كده ومسكرة. الأكلة دي ما بتتعملش غير بشوربة الطيور، بط، حمام، فراخ، ما بتتعملش بشوربة لحمة. زي ما انتم شايفين حطيت فلفل اسود وملح، وحطيت مكعب من المرقة، وعندي كوباية رز صغيرة حطيتها على لتر شوربة، وعندي كوباية من الحليب. والشوربة تكون سخنة بتغلي والحليب يكون سخن بيغلي. زي ما انتم شايفين كده هقلبهم كويس، هياخدوا غلوة على النار. وبعد كده هنقفل النار تماما لحد ما الرز يبوش ويستوي كده ويتهري عشان نعرف نكمل الوصفة. زي ما انتم شايفين انا جبت بصلتين كبار قطعتهم جوليان صغنون كده هون. لو انت عايزة مكعبات براحتك، بس انا بحب البصلة تبقى باينة عشان تبقى جميلة وكريسبي وكده. هنسيب الزيت يسخن جدا جدا ونحط البصل في الزيت ونحمره بالشكل ده. اول لما يبتدي يدينا اللون الاصفر الجولد ده هنبتدي نرفعه في الشبكه، وهيبقى كريسبي ومخرفش ومقرمش معاكي. لو سبتيه بقى بني بيبقى شكله مش حلو ومش ظريف وبيبقى ممرر يا بنات. خدي بقى مني الطريقه وادعي لي. زي ما انتم شايفين صفيت البصل الجوليان بالشكل ده اهو، وعصرته كمان في المصفى بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان اشيل كل الزيت اللي فيه. وجبت مناديل ومصفى حطيت عليه البصل الكريسبي او زي ما انتم شايفين التقليه، حطيت رشه ملح وهسيبها تنشف، هتقرمش معانا وتبقى تمام التمام. خدت شويه زيت من اللي انا حمرت فيه البصل زي ما انتم شايفين على الرز والشوربه والحليب بالشكل ده، وهو نفش معايا. هجيب بقى الخلاط او الهاند بلندر، اطحنيهم كويس جدا بالشكل الكريمي اللي انت هتشوفيه ده. بصي الاكله دي خطيره. كشك المص ده انا ما اقدرش اعيش من غيره، انا لازم اعمله مره كل اسبوع. ده اطعم من البصاره. بصوا ده كده اكل البشوات فعلا. معلقتين دقيق وكوبايه زبادي زي ما انتم شايفين، وهقلبهم في الرز والشوربه وكمان الحليب او بالهاند بلندر بالشكل ده عشان كله يختلط ببعضه وما يبقاش فيه حاجه مكلكعه ويبقى كريمي وجوسي ويدوب في البق يا بنات. هناخد كبشه من التقليه اللي احنا عملناها ونحطها على الكشك بعد ما ياخد غلوتين 3. هو كده تمام. هياخد كمان غلوه وهقفل عليه وهبتدي اغرف الاطباق بتاعتي. عايزه اقول لك لو ليكي جاره بتحبيها او ليكي اي حد عزماه بتحبيه اعملي له الطبق ده، بجد هيكتب لك قصايد شعر. انا عايزه اقول لكم انا لما بعمله بعمل لحبايبي معايا، عشان كده انا بعمل لتر شوربه على كوبايه رز. لو انت هتعملي ليكي انت وجوزك واولادك يا دوبك انت هتعملي معلقتين رز كبار وتمام كده حلو قوي. معلقتين الرز الكبار دول بيتحطوا على نص لتر حليب وكوبايه لبن صغيره، وهي نفس المقادير. هتحطي نص علبة زبادي وهتحطي معلقة دقيق واحدة، هتعملي طبقين او 3 اطباق حلوين يعني وسط كده. غرفت الكشك وحطيت عليه التقلية زي ما انتم شايفين كريمي وابيض. من الصعب ان تلاقي ست تعمله لونه ابيض وكريمي كده والتقلية يكون لونها ذهبي زي الذهب بالشكل ده. ولا لما تاخدي معلقة هتروحي في حتة تانية، بيدوب في البق بجد يا بنات. ريحته خطيرة وجميل مع لقمة العيش والبتنجان المخلل كده. ولا تقولي لي اي حاجة تانية، انا بعشقه بجد. جربيه وهتدعي.